بيبدأ الفيلم في حفلة عيد ميلاد طفلة صغيرة اسمها ليندي، وبيكون وقتها في طفل بيرخم عليها، فبتتعصب وقتها جدا ليندي وبتضربه. وبنعرف وقتها ان ليندي عندها خلل في حمضها النووي، وبسبب الخلل ده بتتعصب على اصغر المواقف بطريقة وحشية جدا. ومن وهي صغيرة بتتعصب على الاطفال اللي في سنها، وكلهم بيخافوا منها جدا. فاهلها وقتها بيقرروا ان هم يكشفوا عليها، وبيعرفوا ان ده مرض نفسي صعب يتعالج، فبياخدوا وقتها قرار ان هم يحطوها في مصحة نفسية بعيد عنهم ويخلصوا منها. بنروح بعدها بسنين كتير لليندي لما كبرت وبقت مراهقة، وبيكونوا وقتها الدكاترة اللي مسؤولين عنها في المصحة مش قادرين يتعاملوا معاها وخايفين منها. وبيكونوا وقتها عرفوا ان ليندي وقت العصبية بتاعتها بيتفرز في جسمها كمية كبيرة جدا من الكورتيزول والادرينالين، ودول بيخلوها اسرع واقوى بكتير من اي انسان طبيعي. عشان كده كانوا بيدوها حقن مهدئة كتير جدا، بس كل الحقن دي بتكون من غير فايدة، وده بيكون عشان جسمها بيفوق نفسه اسرع بكتير من الانسان الطبيعي. فوقتها بيسمع الجيش الامريكي عنها، وبيقرر وقتها ان هو ياخدها تشتغل عنده، وده بيكون عشان يستغل العصبية بتاعتها دي في حاجة مفيدة. فوقتها ليندي بتتفوق بشكل كبير جدا على كل الضباط اللي معاها، بس بيكون فيها مشكلة واحدة بس كبيرة جدا، وهي ان هي مش بتقدر تتحكم في اعصابها مع القادة بتاعتها وبتضربهم. وبسبب الموضوع ده دايما كانت بتتحبس في السجن الانفرادي، وفي الاخر بيطردوها من الجيش، وبيقرروا ان هم يعملوا لها علاج مختلف. وبيكون العلاج ده مهين ليها بشكل كبير، لان هو بيكون جهاز كهربائي متركب في جسمها كله، والزرار اللي بيكهرب بيكون معاها، واول ما تحس ان هي بتبدا تتعصب بتدوس على الزرار، ووقتها جسمها بيهدى وبيرجع لطبيعته. بنروح بعدها بسنين كتير وبتكون ليندي نازله في موعد غرامي، بس اول ما بتشوف الشخص اللي هتنزل معاه بتتوتر جدا، وبتكون قررت ان هي ما تاخدش الخطوه دي وبتمشي. وقتها بتشوف راجل غني بيعامل واحده شغاله بشكل مهين جدا، فبتتعصب جدا ليندي وقتها وبتروح له وبتضربه، بس بيطلع ان كل ده تخيل في دماغها. وبترجع بعدها للواقع وبتدوس على الجهاز وبتهدى، وبتقرر بعدها ان هي تخش للديت ومش بتخاف. فبتعرف نفسها وقتها ليه وبتحس ان هي مش تمام، فبتتاسف له وبتقول له ان هي عايزه تمشي عشان حاسه ان هي تعبانه. فهو وقتها بيستغرب جدا من ده وبيفتكرها مجنونه، وليندي وقتها بتتكسف جدا وبتحكي له على كل حاجه وعلى المرض اللي عندها، فبيطمنها وقتها وبيقول لها ان هو هيقدر ان هو يتقبل ده. فبتقبل ليندي وقتها ان هي تقعد معاه، وبيعرفها بنفسه وقتها، وبنعرف ان هو اسمه جاستن. وبعدها بتيجي الويتر تاخد منهم الاوردر، وبتكون بتتعامل معاه بطريقه وقحه جدا. فبتتعصب ليندي وبتمسك السكينه وبتكون هتضربها بيها، بس بتقدر ان هي تسيطر على اعصابها في اخر لحظه. وبعدها بتخش الحمام، وبيطلع وقتها ان الويتر دي كانت هي كمان في الحمام، وبتتكلم وقتها الويتر دي مع صاحبتها وبتقول لها قد ايه ان هي مبسوطه عشان قدرت ان هي تحرج زبون عندها وتكلمه بطريقه وقحه جدا، وطبعا بيكون قصدها على جاستن. فوقتها بتسمعها ليندي وبتتعصب جدا، وبتفضل وقتها تدوس على الجهاز اللي بيهديها، بس بيكون باظ وما بقاش بيطلع كهرباء عشان تهدي ليندي. فبتكسر وقتها ليندي عليها باب الحمام وبتفضل تضرب فيها، واول ما بتمشي بتهرب بره المطعم وبتسيب جاستن وبتروح على شقتها. بنروح بعدها لتاني يوم، وبتروح ليندي للدكتور النفسي بتاعها وبتقول له ان الجهاز ما بقاش شغال، وبنعرف ان الدكتور ده هو اللي صنع لها الجهاز. فبيوافق وقتها ان هو يصلحه لها، وبيجبرها وقتها ان هي تربط ايدها في كلبشات لحد ما يقدر ان هو يخلص تصليحه، عشان بيكون خايف جدا ان هي تتعصب عليه. وبيسالها وقتها على الديت بتاعها وبتحكي له على اللي حصل مع الويتر، هو بيتعصب عليها وقتها وبيقول لها لازم ان انت تتعلمي تتحكمي في اعصابك. بس وقتها صوت القلم بيعصبها وبتفك الكلبشات وبتمسك القلم وبتغرزه في رقبه الدكتور، بس بيطلع ان كل ده تخيل منها. وبعدها بتفوق، بيديلها وقتها الدكتور الجهاز بعد ما صلحه، وبيكون رفع القوه بتاعته شويه، وبينصحها ان هي تحاول تدي جاستن فرصه، وبيقول لها ان الحب ممكن يقلل كتير جدا من اعراض المرض اللي عندها ويكون مفيد ليها بشكل كبير. بس هي وقتها بتكون رافضه الفكره عشان خايفه على جاستن من ان هي تتعصب عليه، وبعدها بتسيبه وبتمشي وبتركب القطر، وبتروح بعدها ليندي لجاستن عشان تدي نفسها فرصه تانية، وبيتكلموا سوا وقتها وبتعرفوا اكتر بحياتها وباللي عدت بيه. فبيحسوا هما الاتنين وقتها ان هما مشدودين لبعض جدا وبيحبوا بعض، وبعدها بيروحوا سوا. بس بيشوف وقتها جاستن الحاجات اللي في جسمها وهي بتكون مكسوفه جدا منه، بس هو وقتها بيطمنها وبيفهمها ان هو مش همه كل ده. بعدها بتصحى ليندي تاني يوم وبتكون مبسوطه بشكل مش طبيعي، وبيقول لها جاستن وقتها ان هو نزل قبل ما تصحى وجاب لها هديه، وبتكون الهديه دي كاميرا عشان اعرف ان هي بتحب التصوير. فبتفرح جدا ليندي وقتها وبتشكره على ده. بعدها بتنزل وبتروح للدكتور النفسي بتاعها وبتحكي له وقتها على اللي حصل وقد ايه هي حبته، وبتقول له ان ده قلل من العصبيه بتاعتها بشكل كبير وان هي مبسوطه جدا من ده. فوقتها الدكتور بيحاول يفهمها ان ده حل مؤقت، وبينصحها وقتها ان هي ما تتاملش قوي للحوار ده. فبتكون ليندي وقتها مش عايزه تسمعه وبتسيبه وبتمشي، وبتنزل بعدها تصور بالكاميرا الجديده اللي جاستن جابها لها. وبالليل بتروح ليندي لبيتها وبترن على تليفون جاستن عشان يتقابلوا، بس وقتها بيرد عليها ضابط شرطه ويقول لها ان جاستن اتقتل وان هم دلوقتي في موقع الجريمه. فبتروح وقتها ليندي للاسم بتاع الشرطه وبيقول لها الضباط ان هم لقوا جثته في الزباله ومضروب عليه رصاص. فبتحكي لهم وقتها ليندي على علاقتها بيه وان هم كانوا لسه بادئين يخشوا في علاقه، وبيكون موجود وقتها 2 محققين، ضابط راجل اسمه فيكرز وست اسمها نيفين. وبيبان وقتها ان
ان فيكرز متعاطف جدا مع ليندي، وبعد ما بتمشي بتكون نيفين متعصبه منه بسبب ده. بعدها بتروح ليندي للعزا بتاعه وبتفضل تعيط كتير جدا، وبالليل بتروح للدكتور وبتهجم عليه عشان بتكون متعصبه، بس وقتها هو بيقدر يتحكم فيها وبيديها ابره مهدئه. وتاني يوم لما بتصحى بتكون بدات تهدى، فبتحكي له وقتها على اللي حصل، وبتقول له وقتها ان هي حاسه البوليس مش هيوصل لحاجه، وان هي عايزه تدور على اللي قتله بنفسها. وبعدها بتنزل من عنده وبترن على المحقق، وبتقول له وقتها ان هي عندها معلومات عن اللي قتله جاستن. وفعلا وقتها بيمشي هو ونيفين من القسم وبيروحوا لبيتها. وقتها بنعرف ان ليندي عملت ده عشان يمشوا من القسم، وبعدها بتخش هي القسم وبتدخل لمكان الادله وبتاخد الحاجه بتاعه جاستن، وبعدها بتروح على بيته وبيكلمها فيكرز وقتها وبيكون متعصب جدا من اللي هي عملته فيهم، وبيكون وقتها عرف ان هي خدت الادله، فبيقول لها انت عملتي كده ليه؟ فبتقول له عشان ادور بنفسي على اللي عمل كده. فبيقول لها وقتها ان اللي هي عملته ده يعتبر جريمه ولازم تسلم نفسها، وبيحذرها وقتها ان نيفين هتدخل عليها دلوقتي وهتقبض عليها. وفعلا وقتها بتخش نيفين وبتضرب نار عشان تخوفها، بس ليندي مش بيهمها الكلام ده وبتركب عربيه فيراري وبتهرب بيها. ووقتها هم بيجروا وراها، بس بتقدر ليندي وقتها ان هي تهرب منهم بسهوله وبتخليهم يلبسوا في عربيه تانية. بعدها بتروح ليندي على مكان فيه واحده هاكر وبتدي لها وقتها تليفون جاستن، وبتخليها تتعقب اخر مكالمه جاستن اتكلمها. وفعلا وقتها الهاكر دي بتقدر ان هي تجيب مكانه، وبعدها بتروح له ليندي، وبيكون المكان ده عباره عن حلبه مصارعه تحت الارض، والراجل اللي بتدور عليه وقتها ليندي بيقود الحلبه دي، وبنعرف وقتها ان اسمه باري. فهي وقتها بتوقف القتال وبتساله على جاستن، فوقتها هو بيستقل بيها وبيقول لها طب لو ما قلتلكيش هتعملي ايه؟ فبتقول له وقتها هات لي اقوى 3 من رجالتك اصارعهم، ولو كسبت القتال ده انت لازم تقول لي. فبيوافق وقتها وبيختار 3 من رجالته، وبمجرد ما القتال بيبدا بتقدر ليندي ان هي تكسبهم بسهوله. وقتها هو بياخدها معاه العربيه بتاعته عشان يكلمها، بس بيقول لها وقتها انا اسف ان انا هعمل فيكي كده. وبتلاقي وقتها ان السواق بتاعه يطلع مسدس في وشها، بس هي بسهوله بتقدر ان هي تاخده منه. فوقتها بيطلع باري من العربيه وبيحاول يهرب، بس ليندي بتلحقه وبتربطه في العربيه، وبتكون ماسكه حاجه بتكهرب بايدها وبتهدده بيها. فوقتها من الخوف بيقول لها على اسم حد اسمه فايزل، وبيقول لها ان هو ده اللي قتله، وبيحذرها وقتها منه وبيقول لها احسن لك ما تقربلهوش. فوقتها هي بتتعصب وبتخلص عليه. بنروح بعدها لفيكرز اللي بيكون في المستشفى بسبب حادثه العربيه، وبتكون وقتها نيفين بتزوره وبتقول له على ليندي، وبتكون عرفت ان هي عندها حاله بتخليها تتعصب على الناس، وبسبب ده حصل لها مشاكل كتير في حياتها. بس بيكون فيكرز وقتها لسه متعاطف معاها وبيقول لها ان ده ما يدلش على ان هي اللي قتلته. فبتتعصب وقتها نيفين جدا وبتسيبه وبتمشي. بعدها بتجيله ليندي وبتكون سمعت كل اللي اتقال عنها، وبتقول له وقتها ان هي هتدور على اللي عمل كده، وبتساله وقتها على الاسم اللي باري قاله لها واللي بيكون فايزل. فبيقول لها وقتها ان هو ملياردير كبير ومعروف عنه ان هو بيتاجر في الاسلحه وفي حاجات كتير ممنوعه. فبتشكره وقتها جدا ليندي، وبتكون خلاص هتمشي، بس اول ما بتلف بتلاقي نيفين مستنياها، فبتضربها وقتها وبتطلع تهرب منها، وبتكون نيفين وقتها بتجري وراها. فبتخش وقتها ليندي تستخبى في اوضه فيها اطفال، فلما بتخش عليها نيفين بترمي ليندي عليها الاطفال عشان نيفين تنشغل ان هي تمسكهم، وفعلا وقتها بتقدر ليندي ان هي تهرب. وبتروح وقتها ليندي للمبنى اللي فايزل ساكن فيه، وبتقابل وقتها حارس للمبنى ده وبتقول له ان هي بتدور على فايزل. فبيقول لها ما عندناش حد بالاسم ده. فبتقول له لو انت ما قلتليش على مكانه انا هقتلك. وقتها بيخش عليهم شخص وبيعرف اللي حصل، واول ما بيسمع ده منه بيطرده عشان بيكون باين على نبره صوته ان هو خايف منها. وبعدها بياخد ليندي وبيركبوا الاسانسير سوا، ووقتها بيضربها في رقبتها وبيغمى عليها، واول ما بتفوق بتكون في اوضه لونها ابيض ومربوطه في كرسي. وقتها بيسالها انت مين؟ فبتقول له ان هي بتدور على اللي قتل حبيبها، وبنعرف وقتها ان هو قلعها الجهاز اللي بيخليها تتحكم في العصبيه بتاعتها، وبيقول لها انه ممكن يقتلها دلوقتي، بس ممكن برضه ان هو يديها فرصه ان هي تعيش، بس بشرط واحد بس، وهي ان هي ما تروحش للمكان ده تاني وتنسى فايزل خالص. فبتوافق وقتها ليندي على ده عشان مش بيكون قدامها اختيار، ووقتها بيركبها عربيه عشان توصلها لبيتها. وبتكون وقتها ليندي متوتره جدا عشان ما رجعلهاش الجهاز بتاعها. في نفس الوقت ده بيروح هو للمكان اللي فيه فايزل وبيحكي له عليها، فبيأمره وقتها فايزل ان هو يقتلها. وبتكون ليندي وقتها راحت للمكان اللي فيه الدكتور بتاعها وبتطلب منه وقتها ان هو يعمل لها جهاز تاني، وفعلا وقتها الدكتور بيوافق وبيعمل لها. تاني يوم بتروح ليندي لبيتها، بس بتعرف وقتها ان في حد حاول يخش بيتها امبارح وهي عند الدكتور، وبتشوف وقتها ان في قنبله في بيتها، فبتعرف ان هي بقت هدف ليهم عشان يقتلوها. وبتقرر وقتها ان هي اللي تفجر بيتها بنفسها، وده بيكون عشان تزيف موتها. وفي نفس اليوم ده بالليل بتروح للفندق اللي فايزل ساكن فيه، وبتحاول وقتها ان هي تتسلقه. واول ما بتوصل بتلاقي ان حارس فايزل مستنيها فوق ومصوب في وشها مسدس، وبعدها بياخدها عشان تقابل فايزل. وقتها فايزل بيقول لها ان غالبا هو اللي قتل جاستن، وده بيكون عشان هو كل يوم بيقتل الاف الناس. فوقتها ليندي تتعصب جدا عليه، بس حارس فايزل وقتها بيضربها في راسها، ووقتها بيغمى عليها. وبتقوم بعدها في نفس الاوضه اللي راحتها قبل كده اللي كلها ابيض في ابيض، وبيقول لها حارس فايزل وقتها ان هو يقتلها بان هو يسحب دمها منها لحد ما تموت. بس بتقدر وقتها ليندي ان هي تفك نفسها وبتفضل تضرب في حارس فايزل وبتعذبه عشان يقول لها ازاي تقدر توصل
فايزل، وبتقابل وقتها كذا حارس بيحرسوا فايزل، بس بتقدر ليندي وقتها ان هي تضربهم وتخلص عليهم كلهم لحد ما بتوصل للاوضه بتاعه فايزل، ووقتها بتكون قطعت صباع الحارس بتاعه وبتحطه على الجهاز وبتخش بيه. بس اول ما بتخش بتلاقي فايزل مقتول، وجاستن بيطلع وقتها من وراه وبيفضل يسقف لها وبيقول لها ما كنتش متوقع ان انت تقدري توصلي لحد هنا. فهي بتكون فرحانه جدا في الاول ان هو عايش، بس في نفس الوقت مش بتكون فاهمه حاجه ومستغربه. فبيقول لها وقتها جاستن ان هو عمل كل ده عشان يقتل فايزل، وان هو مش بيحبها ولا تفرق معاه في شيء، وكل اللي هو كان عايزه حد عنده القوه بتاعتها يلهي فايزل لحد ما يقدر بنفسه ان هو يوصل ويخلص عليه. وهو بيقول لها ان الدكتور بتاعك هو اللي سلمك ليا وقال لي عليكي. فوقتها بتتعصب جدا ليندي عليه وبتكون عايزه تروح تقتله، بس بيطلع ان هو معاه الجهاز بتاع الكهرباء اللي الدكتور عمله لها، وبيكون الفولت بتاعه اعلى بكتير من اللي هي متعوده عليه. وبنعرف وقتها ان الدكتور النفسي بتاعها خال ليندي، وبيفضل وقتها جاستن يكهرب فيها ويعذب لحد ما بتمسك وقتها المسدس اللي هو قتل فايزل بيه عشان تحاول تقتله، بس بيطلع ان هو فض الطلقات منه. وقتها ليندي بتقوم ومش بتتاثر بالكهرباء، والجهاز القوه بتاعته بتقل عليها، وبترمي وقتها عليه شنطه فيها قنبله، وبعدها بتدخل الاسانسير وبتهرب من المبنى قبل ما القنبله تنفجر. بنروح بعدها للمكان بتاع الدكتور بتاعها، وبتقول له وقتها انت خنتني، وبتكون ماسكه مسدس ومصوباه في وشه. فبيقول لها وقتها ان هي تبص على الجانب الكويس وان هي بقت عارفه قوتها قد ايه. فبتتعصب جدا ليندي عليه وقتها وبتزقه على الحيطه وبتكون هتقتله، بس وقتها بيخش عليهم الضباط وبيضربوا ليندي بالنار في رجلها، وبعدها بيقبضوا على الدكتور بتهمه مزاوله الطب بدون ترخيص. وبعدها بتروح ليندي للمستشفى وبيطلب منها وقتها فيكرز ان هم يخرجوا لميعاد غرامي سوا، فبتوافق ليندي وقتها على طلبه. لو طريقتي عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده عشان نقدر نوصل ل 10000 سبسكرايبر في اسرع وقت. وسلام.